الأموال الأوقاف بقى وأراضي الأوقاف، لأن البعض بيقول إنها كافية لحل مشاكل مصر. هل ده صحيح؟ طبعا يعني الأمر لا هذا ولا ذاك. لو كانت كفيلة لحل مشاكل مصر وحدها لما تأخرنا، ولأن مصلحة الوطن لا تنفك عن مصلحة الدين. صحيح هي ثروة هائلة وهامة، ونسعى الآن لإعادة استثمارها على الوجه الأمثل. وهدي لحضرتك نماذج هامة جدا. صحيح أنا قلت وما زلت أقول إن أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة وإعادة ما نهب منها يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري إذا ما استعدنا هذه الأملاك وأحسننا توظيفها واستثمارها. طب هي حوالي كام تقريبا يا سيادة الوزير؟ أقول لحضرتك إحنا عندنا الأرض الزراعية في حدود تقريبا في حدود 164 ألف فدان تقريبا. يعني الأرض إضافة إلى الأرض الفضاء بكميات كبيرة. والحمد لله هقول لحضرتك أرقام وإجراءات خدناها اليوم. مثلا أولا كان بعض الأراضي تباع بنظام الممارسة. يعني إيه؟ واحد واضع إيده على قطعة أرض يقدم طلب ومنه للهيئة للمنطقة. إحنا أعلنا إن مفيش أي أرض تباع إلا للمصلحة وبمزاد علني. وآخر قطعة أرض في هذا المزاد القائم إحنا بنستهدف محفظة مالية ضخمة، ثم نسند الآن مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار إلى إحدى الشركات الكبرى في إدارة المحافظ المالية تدير هذه الأموال إدارة استثمارية متميزة. المزاد الحالي تجاوز نصف مليار جنيه إلى الآن، وإحنا مش بنبيع أي حاجة. الأصول غير المنتجة، قطع الأراضي الفضاء اللي عرضة للتعدي في 200 متر عرضناهم في المزاد في محافظة الدقهلية في 200 متر بالمزاد. الناس اللي اشترت لم تضرب الأوقاف أحدا على يده، اتباعوا ب 41 مليون جنيه بسعر 205 ألف للمتر. وهذا المزاد يعني بشهادة الجميع حقق أرقام متميزة، لأن منتهى الشفافية. بنستهدف محفظة مالية ضخمة يمكن أن تستثمر في مشروعات استثمارية. بتستهدف كام يا سيادة الوزير؟ يعني لما بتبص للمسألة بشكل شامل كده بتستهدف كام محفظة كام يعني؟ أنا بنقول كمرحلة أولى في غضون 3 سنوات كحد أقصى. يعني لا تستطيع أنك تدي لأن المسألة بتمر بإجراءات دقيقة. بنستهدف محفظة مالية كمرحلة أولى 10 مليار جنيه كمرحلة أولى. 10 مليار جنيه وتستثمر استثمارا هاما. إضافة بقى إلى أن احنا عندنا مشروعات. أول مشروع سنعلن عنه في أول سبتمبر بإذن الله شهر 9 القادم، وتشكلت لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية لتعاين جودة المشروع ومطابقة المواصفات قبل إجراءات التسليم في أول سبتمبر. وأي ملاحظات هنقوم باستدراكها بحيث يخرج المشروع كاملا متكامل بكامل المرافق. 2016 وحدة في مدينة بدر، وهناك 4910 وحدة في مدينة أسوان كانت متوقفة على المرافق، وأنهينا الإجراءات وبنؤمن إن بحد أقصى 6 أشهر يتم تسليمها. بنطور منطقة عشوائية حصلنا على الرخصة أمس بعد محاولات دامت نحو عامين، لكن لما بدأت اللجنة رئاسة المهندس إبراهيم محلب تتدخل لإنهاء الإجراءات الروتينية حصلنا هذا الشهر على رخصتين. رخصة